بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا يا حبايبي، ان شاء الله انا هطبخ النهارده فرخه معاكم كده جميله كده. سبتها بحالها وحطيتها اهي في المصفى زي ما انتم متعودين معايا. سبتها تصفى هي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. وبعدين يا حبايب قلبي ادي الميه بتاعتي هتغلى اهي. انا ليه مزوده الميه بالشكل ده؟ عشان طبعا الفرخه هسويها بحالها، فاكيد احتمال كبير قوي لازم تكون الميه كتير عشان الفرخه تستوي كويس. انا مستحيل اطبخها كده بحالها كده والميه بتاعتها تبقى شويه، مستحيل هتستوي. فانت عشان تستوي منك كويسه وتعملي الحاجه بحالها زي البطايه كده لازم الميه بتاعتها تبقى كتير. فالميه هتغلى هي، هنزل على طول بالحاجات بتاعتي. يا حبايب قلبي كده الميه بتاعتها تنزل غليت، هنزل على طول بالقرنين الفلفل، بس الطماطمايه بتاعتي والبصلايه ونص ليمونه، ما بكترش ليمون عشان خاطر الليمون لما بتحط هنا بيمرر، بيخلي الحاجه تبقى ممرره. الفرخه بتاعتي هنزل بيها على طول في الميه. انا كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا مغزغزاها عشان تستوي مني كويس يعني. هنزل على طول بالبهارات بتاعتي. طبعا انتوا متعودين معايا على البهارات بتاعتي اهيت: فلفل، كمون، بصل بودر، توم، يعني حاجه ملح اهيت. هنزل على طول كده بهارات فراخ، لازم احط بهارات لحمه. الصراحه انا بفضل بهارات اللحمه قوي في اي طبيخ الصراحه يعني. فانا بسيب الحاجه كده زي ما انتوا شايفينها كده. ليه بحط بهارات لحمه على الطبيخ؟ اصلا بيدي نفس حلو قوي للاكل، وبيبقى الاكل بيبقى طعمه حلو. فانا كده خلاص هغطيها واسيبها. ان شاء الله هعمل كرشه برضك. فعن ما الفرخه بتاعتي تغلي وتنزل شويه شوربه حلوين كده، هاخد شويه شوربه اعمل بها ايه؟ الكرشه. فانا ان شاء الله هرجع لكم على طول. حبايب قلبي، محدش لو هتعملي الفرخه بحالها لازم تخلي الشوربه بتاعتها كتير او الميه بتاعتها كتير. ليه؟ عشان تستوي منك كويس. لو سبتها مستحيل تكون الفرخه كبيره تعدي ال2 كيلو وتستوي وهي في الناشف او في عرقها زي ما بيقولوا، او مثلا من غير شوربه. لا، مستحيل خالص. انا بعمل معاكم الطريقه اهو، ولو انتوا لاول مره تشوفوني هتخشوا على قناتي وتشوفوا طبيخي عامل ازاي. بصوا حبايب قلبي، طبعا الفرخه بتاعتي انا قلبتها وسبتها يعني تستوي براحتها، وجبت شويه شوربه هنا جمال كده زي ما انتوا شايفينهم. هنزل عليهم على طول. طبعا هي غليانه اهي. ماشي. هنزل على طول بالكرشه بتاعتي. مش عارفه، احاول اوريها لكم الاول. انتوا شايفينها قبل كده وشايفين غسلها. انا بقطعها بالشكل ده حتت صغيره بالشكل ده اهيت، حتى دي كبيره كمان. فهنزل على طول الشوربه بتاعتي دي بتاعت الفراخ. هنزل على طول. دي اكله المزاج، اللي يعرف قيمه الكرشه والشلاتين والحاجات الحلوه دي طعمها جميل جدا، بس اللي يعرف يغسلها ويطبخها كويس. دي اكله المزاج فعلا، ده اكله المزاج. انا غسلها كويس زي ما انتوا شايفين. هنزل بيها كلها هنا في الشوربه بتاعتي اهيت. ان شاء الله هعمل برضك معاها بطاطس تقليه، هبدأ فيها على طول. بس مجرد ما الكرشة بتاعتي تغلي نقلبها كده واسيبها بقى تستوي كمان. بصوا حبايبي، دي الفرخة اهي، بس يا رب تكون ظاهرة ليكم. انا قلبتها بالشكل ده عشان خاطر، وشلت من عليها المية عشان انتوا عارفين طبعا الورك بيستوي بسرعة. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اهدي عليها البوتاجاز عشان الصدر يستوي كويس، والورك ما يسيبش منها، تفضل يعني سليمه بحالها اهي. يا رب تكون ظاهره لكم. انا شلت الشوربه شويه منها، عملت بقى الكرشه عشان خاطر الشوربه ما تبقاش ملانه يعني تبقى مغطياها. لا، انا عايزاها كده عشان الصدر من تحت يكون مستوي ويستوي كويس معايا. وهغطيها واسيبها برضو براحتها خالص لحد ما نجهز مع بعض البطاطس. بصوا حبايبي كده اهي بتاع الجميله ديت اهي. شايفين الشوربه شكلها جميل ازاي؟ برضو هسيبها براحتها زي الفراخ بالظبط تستوي براحتها لحد ما اعمل معاكم البطاطس اهي.
شايفين شربتها اصلا تتشرب، والبتاع شكلها جميل جدا اهي. يا رب تكون ظاهره. شايفين بتبقى شكلها جميل جدا لما بتكون الحته صغيره كده بالشكل ده، بتبقى نفسها حلوه قوي. فانا هسيبها كده براحتها بقى. حبايبي انا عملت بصلايه زي ما انتم شايفين اهي، عملتها على المبشره وحطيت معلقه سمنه. انا بجهز كده الصلصه للبطاطس حبايبي. كده انا ما بشوحوش قوي يعني. بصوا حبايب قلبي، انا هنزل عليه فلفل اسمر، بصل، ثوم، كمون، بهارات لحمه اهوت. هنزل بالورق ده كله كده مع بعضه. ليه بنزل بيه كده؟ انا لازم انزل بالتوابل بتاعتي دي مع البصله بتاعتي عشان تدي الريحه الحلوه دي. الله على الريحه دي، لو شمينها ريحتها جميله جدا، وريحه الفرخه جميله جدا، وريحه الكرشه ده اللي بيدي اللون للبصله. انا مش عايزه البصله اصلا تحمر. هنزل على طول بالبطاطس بتاعتي. بصوا يا حبيبي هنزل على طول بالبطاطس كنت غسلاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا حبايبي انا هسيبها كده لمده 5 دقايق تتشوح بالبصل بالبهارات، عشان انتوا طبعا عارفين ان انا مش بسبك الطبيخ خالص، مش بسبكه. بقى البطاطس بتاعتي خلاص اتشوحت، هنزل عليها بالطماطم بتاعتي على طول. شايفين طبعا الطماطم بتاعتي فريش اصلا اهي، بس انا هسيب شويه عشان خاطر محتاجاهم. ماشي. طبعا انا لسه ما حطيتش الملح، عشان لو حطيت الملح لاي طبيخ بيخلي الحاجه تبقى حادقه، فانا بسيبها خالص للاخر لما تستوي انزل عليها برشه الملح بتاعتي او بالمعلقه الملح بتاعتي. بصوا كده خلاص انا هشيل دي خالص عشان اعمل لها الدقه بتاعتها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها روعه خرافه والله بجد، وطعمها جميل جدا. بس انا مش كده خالص. لو انت عايزه تاكليها كده عادي، بس انا لسه هعمل لها شويه دقه حلوين كده. بصوا حبايبي انا جبت معايا فصين توم اهمت، عملتهم اي حاجه كده، وهنزل عليها بمعلقه سمنه اهوت. بصوا طبعا انا اكيد لو ما فيش عنده شوربه متوفره هحط لها طبعا بهارات وبصل وكل حاجه، بس انا الصراحه مش حاطه عشان طبعا انا عندي شوربه الكرشه والمصاري الكرشه والمشلتين، وعندي شوربه الفرخه. ماشي. فانا دلوقتي بس انا هشوح بس الفص الثوم بالمعلقه السمنه، وهنزل عليها بالحاجات الحلوه بتاعتي دي اهو. لو انت ما عندكش شوربه متوفره عادي اعملي لها بصله، ابشري لها بصله او خرطيها زي ما انت حابه، وهتنزلي عليها بشويه بهارات حلوين من عندك كده، اي بهارات عندك، بهارات لحمه على بهارات فراخ على كزبره على شبت على بقدونس، كل الحاجات دي. ماشي. بس انا الصراحه مش هحط لها عشان انا هضيف لها يعني شويه شوربه حلوين كده، فانا طبعا عندي الحاجه متاحه وانا حاطه كل حاجه في الشوربه. هسيبها الفص الثوم بتاعي يتشوح، والبطاطس بتاعتنا بدأت تغلي، هي غليت اهي. طبعا البطاطس الجديدة ما بتستحملش خالص سوا، فانا هنزل عليها بكرنب شوربة او بشوية مية سخنين، كوباية مية سخنة كده. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الحلو وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشتركوا في قناتي. بصوا حبايبي انا نزلت بس برشة بهارات لحمة على الفص الثوم بتاعي. هنزل على طول بتاعت الكرشه اللي هي الكرشه اصلا ام الشلاتيت، هي كلها ام الشلاتيت اساسا، ما فيهاش الا حاجه بسيطه كرشه. يا حبايبي جميله جدا وانا غسلاها كويس.
هنزل عليها بشويه الطماطم بتوعي اللي انا كنت سايباهم كده. انا كنت عاملاها قبل كده بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها. لو عايزين تشوفوا الطريقه بتاعه الكرش عاملينها ازاي بالظبط الطريقه اللي فاتت، خشوا على قناته وانت هتلاقوني منزله فيديو قبل كده عليه. بصوا حبايب قلبي ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الجمال؟ ادي الفراخ بتاعتي، بس انا حبيت اوريها لكم بس اعرفكم استويه اهي. شايفين الجمال؟ اهي اهي شايفين؟ وده الورك بتاعه اهوت اهو. شايفين؟ شفتين الجمال اهو ماشي. وده البطاطس بتاعتي يا رب تكون ظاهره. وده الكرشه طعمها خرافه جدا. الله، ولا ريحتها تحفه والله العظيم. والفراخ بتاعتها اهيت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الحلو والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتعالوا اتغدوا معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.